جدا في الدايره بتاعته، وكميه الخير اللي بيعملها للناس من زمان كتير. شعبيته قويه جدا يا مجدي بيه، طبعا ده غير شعبيه توفيق العشري. انت شايف ايه؟ انا شايف انك لازم تتحالف معاه ونحاول نبعد توفيق وتدخل انت مكانه. انت شايف كده؟ ده الحل الوحيد. الحل الوحيد بالنسبه لك انت؟ عندنا مفيش حاجه اسمها الحل الوحيد. اي يا حبيبتي، ازيك؟ وحشتيني. بقول لك ايه، انا عايزك. ما انت عارفه المكان. اوكي يا قلبي، هستناكي. باي. بقول لك يا شهاب، في فيديو للحاج عبد الستار وهو قاعد في الجامع مع السلفيين، وكانوا بيسالوه ليه يا حاج عبد الستار احنا دايما نشوفك مع النصارى اللي في الدايره وبتروح لهم كتير؟ الله، الراجل عنده قاعده هايله جدا من الاقباط والمسلمين، ما بيفرقش. رد بقى الحاج عبد الستار، عارف كان ايه؟ قال لهم انا بقعد مع النصارى اللي في الدايره من باب اعرف عدوك. معقوله؟ تخيل. الفيديو ده سجله واحد كان قاعد معاهم في الجامع، وفعلا ساوم الحاج عبد الستار عليه، وفعلا الحاج اشتراه. بس انا متاكد ان الفيديو ده لسه موجود ما اتمسحش، وانت اللي هتجيبهولي. انا؟ ازاي؟ ده اقرب واحد ليه وانت اللي ماسك حملته. شهاب، احنا كل اللي بنقوله دلوقتي ده بيتسجل. المكان ده كله مليان كاميرات. يعني الفيديو ده لو ما جاليش شكلك هيبقى وحش قوي. يعني افهم ايه من كلامك يا مجدي بيه؟ افهم اللي تفهمه يا حبيبي. طب بعد اذنك. باي، مع السلامه. الو. ازيك يا نريمان؟ قولي لي، فكرتي في فكره؟ لا الحقيقه لسه ما فكرتش. لا، عايزك تفكري اسرع من كده، مفيش وقت. حاضر. قولي لي يا نريمان، في حد عارف انك جايه لي؟ لا. ولا حتى سعيد؟ لا. حتى لو حاجه ما تزعلنيش. هو مش برضه هيبقى خطيبك؟ ان شاء الله. انا عايزك تيجي لي بكره بقى بالفكره، وفي نفس الميعاد. حاضر. اوكي، مع السلامه. باي. ايه؟ قال لك ايه؟ مش فاهمه حاجه.